أيام قليلة ويفتح ستار بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، الأمر الذي يدفع متأهلي اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية للتأهب والدخول بقوة للحصول على ميداليات جديدة تبقى خالدة في سجل هذه البارالمبياد. إن شاء الله استعداداتنا كبيرة لهذه البارالمبياد، والاتحاد العراقي المركزي لسباحة المعاقين واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية قدمت كافة التسهيلات من معسكرات تدريبية داخلية وخارجية. جواد كاظم أحد المتأهلين بفعالية سباحة المعاقين ظل يتواصل بتدريباته اليومية حتى آخر يوم قبيل سفره إلى البرازيل ليكون ذا جاهزية كاملة من جميع النواحي تمكنه من مجاراة خصومه وتحقيق الانتصار المرجو منه. استعدادات لاعبنا اللي هو جواد كاظم استعدادات جيدة، 3 معسكرات تدريبية، وحاليا استعداد جيد، وإن شاء الله يكون من ال8 الأوائل. إن شاء الله احنا مستعدين استعداد لبطولة أولمبياد البرازيل، وتأهلت إلى أولمبياد البرازيل من خلال بطولة ألمانيا، حصلت على الإنجاز الثاني فضية، والنوب إن شاء الله نحقق المراكز المتقدمة في أولمبياد البرازيل. أكثر من 8 أشهر واللجنة البارالمبية تواصل تغذيتها للاعبي الفعاليات المشاركة من خلال توفير جميع احتياجاتهم من معسكرات داخلية وخارجية ومستلزمات حديثة، رغم ما تعانيه اللجنة من قلة الموارد المالية، إلا أنها كسرت الحواجز لتفتح آفاقا جديدة للرياضات المشاركة في البارالمبياد. أفتخر أن أكون بين أبطال سباحة المعاقين الذين صنعوا أمجادا لهم وللعبة، والتي تشهد لهم كافة الميادين لتكن بارالمبياد 2016 في البرازيل محطة لإنجازات جديدة تضاف إلى سجلاتهم. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.